دماغك بتعمل حاجات انت ما تخيلتهاش قبل كده. النهارده هنعرف في حلقة الفيديو ده اللي هم 5 حاجات ما تعرفهمش عن دماغ الانسان، اللي هي دماغك انت، دماغ غيرك، عقلك انت او عقل غيرك. عشان تنبهر بالحلقة دي لايك واشتراك وتابع كل حاجة جديدة هتظهر لك، عشان المحتوى اللي جاي كله فريد من نوعه. 5 حاجات ما تعرفهمش عن دماغك. اقول لك النهاردة معلومات هتخضك. اول معلومة عايز اوصل لك بيها ان هي اصلا جسمك او عقلك، كل حاجة في دماغك اللي هي انت بتتكلم عليها بتستهلك حوالي 20% من طاقتك. وطبعا احنا عارفين الانسان عنده 7 مستويات طاقة، فانت لازم تكون عارف ان اصلا دماغك دي او عقلك ده كل يوم بيستهلك 20% من طاقة جسمك، بحيث ان اصلا حجم الدماغ 2% من وزنك. وانت لازم تكون واخد بالك من حاجة مهمة جدا، رغم ان هو ده كل حاجة بيمثلها، لازم انت تكون عارف لو انت شغال اصلا بدماغك او صاحي من النوم. تاخد بالك من معلومة، انت لما الانسان بيجي يفتكر، انت لما الانسان بيجي يشتغل بدماغه وبيكون واخد باله من معلومات كتير، لازم تعرف ان الانسان ده انا بشبهه بموتور العربية. يبقى اول حاجة، دماغك او عقلك بيستهلك 20% من طاقة جسمك. لازم تاخد حاجة بالك من حاجة تانية، والحاجة التانية حاجة مهمة. هل انت تعلم ان اصلا انت نشاط دماغك وانت صاحي يختلف عن نشاط دماغك وانت نايم؟ طب مين الزيادة يا عبقري؟ مين اللي بيمشي اكتر؟ مين اللي بيفيدني اكتر؟ وانت نايم دماغك بتشتغل اكتر. هتقول لي ازاي؟ اقول لك سبحان الله، لان انت عندك دوافع لا شعورية بتعملها وانت نايم، بتخليك اصلا مش مركز في اللي انت بتعمله، عشان نشاط جسمك وانت نايم بيكون اعلى من نشاط جسمك وانت صاحي. وربنا، لان كل الخلايا بتتجدد. ولازم تعرف حاجة مهمة جدا، ان حوالين الجمجمة الدنيا فيها بيكون ماشية بحاجة تانية خالص على حسب الاختلاف. تاني حاجة مهمة، ان دماغك بتحاول تعالج 11 مليون معلومة. 11 مليون معلومة؟ لا، 111 مليون معلومة في الثانية الواحدة. بس انت دماغك بتستوعب منهم 40 معلومة فقط، لان دماغ الانسان كبيرة بتستهلك طاقة كتيرة. نشاطك وانت نايم اكتر من نشاطك وانت صاحي. عشان كده الدماغ بتاعتك، الجمجمة بتاعتك بتستقبل 111 مليون معلومة في الثانية الواحدة، لكن انت بتستوعب منهم 40 بس. وانت الحاجات دي بتاخدها في معظم قراراتك بس وانت مش واخد بالك. خد بالك من حاجة تانية، ان الدماغ اصلا ما فيهاش مستقبلات ألم. يعني انا دلوقتي مثلا مصدع، هروح اجيب كودوفان على طول؟ اكيد لا، الدماغ ما فيهاش مستقبلات ألم. يعني انت مثلا دلوقتي بتعمل عملية في الخلايا العصبية او بتعمل عملية في المخ، الدكتور ممكن يشتغل وانت حضرتك صاحي جدا. انت بتقول كلام خرافات؟ لا والله ده اللي بيحصل، بس انا اكيد كده كده هاخد بنج حوالين الجمجمة. واهم حاجة ان اصلا دماغ الانسان بتبدأ تتقلص بعد سن ال30. طب انا ازاي اقدر احافظ على دماغي، اقدر احافظ على العقل بتاعي؟ ازاي هو يقوم بممارسة بعض الانشطة اليومية في مختلف العمليات، في شغلي، في بيتي، وانا صاحي، وانا باكل، وانا نايم. ولازم تكون واخد بالك من حاجة، الاحلام مش مجرد تخيلات، ده ساينس فاكشن انت عايش عليه، خيال علمي بيجيلك وانت نايم. نشاطك وانت نايم اكتر من نشاطك وانت صاحي. عشان انا بقول لك الاحلام بس مش مجرد تخيلات، دي حاجة انت عايش فيها. الدريمز بتاعتك بيكون واسعة جدا، بتخليك كل حاجة بتعملها تعملها بدوافع لا شعورية، لان انت نايم، انت مش صاحي. عايز بقى اقول لك على حاجة تانية، عشان تحافظ على دماغك في سن ال30 وما تقدرش تتقلص منك خالص، لازم تقوم بممارسة بعض الرياضات والأنشطة الذهنية. انت بقى خدت فكرة قبل كده؟ وهل تعلم ان كل يوم اصلا دماغك بتجدد؟ ازاي دماغي بتتجدد كل يوم؟ اسمها ازاي دماغي كل يوم بيحصل فيها نمو اكتر. دلوقتي انت لما بتيجي تكبر دماغك دي ما بيكونش فيها تفكير عالي، ما بيكونش فيها عقل مفرط؟ اكيد لان انت اي مرحلة عمرية فيها غير اي مرحلة عمرية تانية.
يعني مرحلة الطفولة المبكرة هي مرحلة المراهقة، هي مرحلة الطفولة المبكرة هي مرحلة الطفولة المتأخرة، هي مرحلة الشيخوخة، يعني الناس الكبيرة اللي انت ممكن تقدر تتعامل معاهم. بس خد بالك من حاجة، دلوقتي كل يوم الخلايا العضلية والخلايا العصبية والخلايا النسيجية كل يوم بتتجدد في دماغ الإنسان، أو كل يوم أصلا جسم الإنسان بيتجدد. وكده كده وانت نايم وقت نشاطك أكتر من وقت الصحيان بتاعك. عايز اعمل لك ملخص للحاجات اللي انا قلتها، 5 معلومات هتغير فكرتك عن دماغك، 5 معلومات مهمين جدا عشان يقدر يساعدوك في الحاجات اللي انت عايزها. خد بالك، دلوقتي انا النهارده عايز اكلمك بقى في الملخص اللي انا قلت لك عليه. قلت لك دماغك بتعالج اكتر من 111 مليون معلومه في الثانيه الواحده، بس انت بتستقبل 40 معلومه فقط. تاني حاجة مهمة، الأحلام مش متخيلات، لأن أنت مهم جدا وقت نومك. وأنا نايم الخلايا بتتجدد، كل حاجة بتمشي بتكاثر، كل حاجة بتمشي باستمرار. وبرضو دماغك ممكن تقف عند سن ال30، يعني تبدأ تقل في تركيزها، تبدأ تقل في تفكيرها. عشان كده العب شطرنج يا عم، العب أي رياضة ذهنية هتفيدك. ده حتى رؤساء الجمهورية كان بيفيدوا عقلهم بلعب الشطرنج وبلعب ده وبلعب ده، عشان هما بيفكروا في قيادة حروب ودول، وانت كمان لازم تفكر في قيادة يومك وعملك زيهم. خد بالك من حاجة، قلت لك جسمك وكل حاجة ودماغك بتستهلك 20% من الطاقة، برغم ان دماغك 2% بس من وزنك. وطبعا انت عارف ان احنا عندنا 7 مستويات طاقة، كي ال ام او ان بي كيو، هم اسمهم 7 مستويات طاقة. وكمان لازم تكون واخد بالك من حاجة، المعلومات اللي انا بقولها لك مش اي معلومة، دي انت بتفيد نفسك وبتفيد دماغك. لان اصلا انت ممكن الدكتور يعمل لك عملية عصبية او زراعة اي حاجة وانت اصلا صاحي، بس بتاخد منوم حوالين الجمجمة عشان يقدر يفيدك. لو وصلت لاخر حاجة في الفيديو، فانا ارجوك ان انت تعمل لايك واشتراك.